النهاردة هنعمل رز بلبن بتاع المحلات بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي يطلع معاكي كده وشه مكرمش وطعمه كريمي ويجنن. تعالي بقى هاتي بقى كوباية من الرز المصري المغسولة كويس جدا ومتصفية، حلة بقى وهننزل فيها بالرز وعليها بقى كوبايتين من المية السخنة. هتسيبيها تتسلق معاكي على نار هادية. أول ما تشرب المية انزلي بمعلقتين كبار من السكر، عليهم 2 لتر من الحليب وغطيهم على نار هادية يستووا تماما. بولة بقى وفيها معلقتين من اللبن البودرة، معلقة من الكريم شانتيه، معلقتين من النشا، ودوبيهم كويس جدا في مية او لبن وانزلي عليهم بقى بالرز بلبن. هتلاقيه بقى ظبط معاكي القوام. انزلي برشة من الفانيليا، هو ده القوام المظبوط. شايفة الرزاية مستوية ازاي؟ طبعا تقدري تعملي منه مشروع وتطلعي منه اوردرات. بتجيبي بقى علب زي كده بتاعة التغليف وتصبي بقى الرز بلبن وتسيبيه يبرد تماما، وتدخليه التلاجة وتغطيه. هيطلع معاكي وش مكرمش طعم كريمي. عايزة اقولك كل اللي هيدوقه من ايدك هيقولك خطير. جربوه، ولو عجبك الفيديو لايك وشير. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.